ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عرفنا أن شهد في لسان العرب تقتضي العلم، لا تصح الشهادة إلا بعلم، فكيف يشهد على شيء لا يعلمه؟ وعرفنا أن هذا اللفظ يدل على الصدق واليقين والعلم، يعني تؤخذ منه أركان لا إله إلا الله من هذا اللفظ الشهد، لا سيما مع النصوص الأخرى التي تدل على اشتراط العلم. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو لا يعلم أنه لا إله إلا الله لم يدخل الجنة. قلنا الإثبات نأخذ بالمنطوق والنفي نأخذ بالمفهوم، إذن وهو يعلم الجملة حالية، حينئذ هي قيد لعاملها ووصف لصاحبه. من مات وهو يعلم، إذن تلبس به بالعلم، فإن خلى عن العلم حينئذ فات ركن من أركان لا إله إلا الله. وبهذا الركن أو الشرط تعلم بطلان مسألة العذر به بالجهل. من فهم هذا القيد حينئذ لا يمكن أن يتصور العقل مسلم جاهل بحقيقة التوحيد والشرك. كيف أنت تتناقض؟ إذا جئت في هذا المقام قلت لا إله إلا الله لا تصح إلا بماذا؟ إلا بشروط، وهذا أولها العلم ودل عليه قوله تعالى إلى آخره. ثم إذا جاءت مسألة العذر بالجهل قال مسلم وقع في الشرك الأكبر فهو مسلم. كيف هذا التناقض؟ تناقض أو لا؟ هذا تناقض. إذا نظرت في هذه المسألة باعتبار هذا الأصل الأصيل حينئذ تبين لك الحق في هذه المسألة، ولا خلاف فيها أصلا بين السلف. دل ذلك على أن النظر في مفهوم التوحيد مسألتان حصل الخلط فيهما عند الصحفيين العصريين من المرجئة والجهمية، وربطها الأصلي بمفهوم الشهادتين. المسألة الأولى العذر بالجهل، المسألة الثانية الحكم بغير ما أنزل الله، يعني تحكيم القوانين والدساتير. هذه كفر أكبر بإجماع السلف، وإنما حصل خلاف عند المرجئة المعاصرة، وقد خلط بعض أهل العلم لتلبس الأمر أو عدم تصور المسألة على وجهها. لو نظرنا إلى هاتين المسألتين بمفهوم الشهادتين اتضح لك الحق فيها البتة وعرفتها. ولذلك الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في التيسير قدم بمقدمة نفيسة جدا لشرح باب ما ذكره رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. قدم بمقدمة أن تحكيم الشرع مرتبط بالشهادتين ارتباطا كليا. كيف تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ تعبده بأي شيء؟ تحكم إلى أي شيء؟ تتحاكم إلى أي؟ لما أنزل الله القرآن؟ لينحى وتأتي القوانين الوضعية فتحاكم؟ لما أرسل الرسل ابتداء؟ لما أرسل الرسل وبعث الأنبياء؟ لما؟ لأي شيء؟ ليكون ما أنزل الله تعالى معهم فيصلا وحاكما بين الناس. فإذا قال مدع بأن التحاكم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كفر دون كفر، بمعنى أنه معصية من المعاصي ولا يخرج من الملة، قل هذا قول باطل مصادم لحقيقة الشهادتين. فمسألتان لو تأمل المنصف فيهما وعرف ارتباط هاتين المسألتين بالشهادتين لعرف الحق فيهما ولما التبس عليه الحق. والحق يعرف به بالكتاب والسنة، لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يستدل لهم لأقوالهم ولا يستدل بها البتة. والعالم قد يزل ولا نتبع زلته. إذا قال فلان من أهل العلم بأن تحكيم القوانين الوضعية كفر دون كفر نحفظ مكانته لكن لا نتبعه، والقول بإبطال قوله كذلك لا